صبحيتنا بتكمل لنحكي مع ضحى عبد الرؤوف المل، كاتبة وروائية وعضو في اتحاد الكتاب اللبنانيين، عن رواية جديدة عم بتنزلها اللي هي نوريس الفشكول، لنحكي معها أكثر عن هالرواية اللي كثير مميزة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا وتحياتي للجميع. الحمد لله تمام. ماشي الحال. يعني صفينا عم نبتسم خلال هالأيام هيدي اللي عم نمرق فيها. أكيد، وكمان الأدب والكتب ياخذونا على عالم ثاني، بينسونا كمان شوي المشاكل لفترة معينة وبيعيشونا عالم ثاني. حضرتك بلشتي تكتبي من عام 2007، خبرينا شوي عن الكتابة، لين جذبتي للكتابة وكيف بلشتي فيها توصلتي لليوم عم تطرحي هذه الرواية؟ هي أنا كنت مدرسة معلمة مدرسة لمدة 18 سنة وخبيرة تجميل، بس بداية وقت اللي بلشت بالأدب كنت على مقاعد الدراسة الثانوية مع دكتور خريستو، هيدي حكيتها كثير بمقابلات كثير. حبي للأدب رجع كبر بعدين مع الوقت. يمكن هيدا بيطرحوا الرواية انه نحن بس نكبر بنرجع لخطوط الذكريات الأساسية اللي هي خطوط الذكريات الطفولة، واللي سمعناها مع ابو طالب الفقره اللي ما قبل. يعني كان عم دائما الذكريات والامور الحلوه اللي بتبقى معلقه بالذاكره ما بتروح. فرجعت مع دكتور خريستو لحتى يعني حتى نمي الهوايه اللي كانت معي بالثانويه، وبلشت بالكتابه وانتميت لاسره جريده اللواء وصرت صحفيه فيها مع الوقت، ومبسوطه كثير بالكتابه المقالات. لكن الروايه من وقت للتاني بيكون في لها اطلاله عندي، لانه بحس حالي ككاتبه لازم يكون عندي هموم المجتمع اللي انا عايشه فيه، اني انا ابرزه بالروايات، من زند الحجر للواعظ لنوريس الفشكول. اليوم عم نحكي بالتحديد عن نوريس الفشكول. اللي هو كمان اذا بدي اقرا شوي وصف للقصه، هو من أدب الاسترجاع الذهني لركام التأثيرات العاطفية والوجدانية للشخصية ضمن حقبة من حياتها. هلا في بوح أقرب للاعتراف وشغف أقرب لبصمات الذاكرة. هيدا باختصار كمان، بس إذا بدنا نجزئ لأنه في كتير معاني بهيدا الوصف، خلينا نحكي شوي عن الاسترجاع الذهني. شو بنقصد بالاسترجاع الذهني وقد ايه اهميته للشخص كمان؟ الادب الاسترجاع الذهني اللي هو بنشوفه عند كبار السن، يعني مش كبار السن بمعنى انه انا عم بوصفهم وصف انه منه حلو، بالعكس هن كبار السن هن لذيذين. يعني حتى انا من ضمن كبار السن اذا انا بدي اقول كبار السن. هالذكريات اللي بنلتقطها ما بتروح. يعني ذكرت مثل الفوتبول تبعت الفقره اللي قبل انه هن كثير عم يعيشوا ذكريات اللعب والبطولات والكؤوس نوريس الفشكول عاش هالشريط الذكريات هو بالكورونا. لكن هو ابن عكار، هو يعني هو بالاساس ابن عكار وسافر على ايطاليا، فحمل معه هالذكريات اللي عاشها مع سته مكارم على ايطاليا، وعاش مع حبيباته، مع كاوتيكو، مع انابيلا، يلي هو بالاساس حب بنت عكار يلي هي نبيله. لكن انا اللي بدي وضحه بنوريس من خلال ادب الاسترجاع، واللي كثير استغربوه حتى اصحاب دور نشر، في منهم دار نشر اعتذر قال انه هيدا الادب نحن منا استغربت انه هيدا ادب الاسترجاع، يعني معروف مش جديد على الساحه الادبيه. لكن انت مضطر انك تفوت بادب الاسترجاع، لانه مثل ما قلت لك هالشريط الذكريات اللي بده يمرق بسرعه، شو محمل فيه طفوله، شو محمل فيه امومه، شو محمل فيه عاطفه، بده يمرق. من هون كانت شخصيه نورس الفشكول يلي هو تربى مع سته امه. يعني عم بحكي عن الاطفال اليتامى يلي بيربوا مع اميتهم، وهن منهم يعني هالام هالست يلي ربت الولد هي ما عندها استعداد انها هي تربي ولد، ما كانت محضره حالها، عرفت؟ يعني ما عندها هالقاعده يلي هي بتقدر تعطي عاطفه، بتقدر تعطي امومه، وبنفس الوقت هي عم تنتقم من بنتها من خلال ابنها يلي هو عايش معها. فهو حمل هالاسى كلياته وطلع فيه على ايطاليا. بس كمان برزت قيمة الآثار بعكار يلي هي معبد نوريس ومعبد مقابر الرب موجودين لحد هلأ بعكار، وذكرت سرقة الحجر يلي هي كمان موجودة بملفات الدرك يلي هو انسرق ورجع. يعني الحمد لله ما طلع لبرا، بوقت اللص تركه على مفرق الكواشة وراح. وهو فعلا هيك. يعني هلا نحن من حسن حظنا بوقتها انه الحجر ما انسرق، لكن هيدي حملت ببالي انا وبكتير بال اطفال، لانه هي الحادثه كانت معروفه، ومقام الرب معروف كتير عند البعض وبيحبوه كتير. يعني لدرجه انه
بمنجز او بالمحيط تبع منجز كلياته، من البيره للدوسه للعكار للكل، يعني كانه هيدا شيء كتير حلو بيشوفوه بينبسطوا فيه. مع العلم انه وزاره الاثار بعد الحرب ما عاد كفت نبش فيه، لكن ومع ذلك بتلاقي حتى اللي بده يعمل عرس اوقات بيطلعوا بيتصوروا فوق قد سبحان الله. المطرح كتير مقدس بتحسه فعلا، يعني بتحس في برود منه طبيعي، في سكون منه طبيعي، يعني اللي سماه مقام الرب انا حسيت لا معه حق. ما هون نشأت طفولة نوريس بهالمقام هيدا، وبنفس الوقت بالعملات الأثرية اللي التقت بالثمانينات على مساوئ أفلام كرتون يلي هي سندباد وقديش بتمرق احيانا الفاظ مثلا اقتلوا السندباد ورفاقه، وهيدي بيعرفوها جيل الثمانينات، مش جيلك انت، جيلنا نحن ويمكن جيلنا اللي بعد. كل جيل عنده يمكن فاقتلوا السندباد ورفاقه، يعني هيدا هي معلقه براسه. وبنفس الوقت هالتقنيه الحديثه اللي وصلت مع ماهيركو يلي هلا كثير مع هجوم العمالقه الاتاكان، مع الافلام كرتون كمان يلي صارت كلها ضرب وقتل هلا هي ممكن تكون مناسبه للجيل اللي جاي، لكن فرقت الاجيال حتى بضمن الافلام كرتون وترسيخها بالبال ومساوئها. يعني صار هو دفش رفيقه البار ومات، لكن ما انتبه لانه هو متعود على افلام كرتون، انه هذا الشيء طبيعي، وهيدا عم نشوفه هلا بالاحداث اللي نحن عم نشوفها، انه عم يقتل وهو منه مهتم لانه ما عم يحس. شيء طبيعي لانه عم نشوفه بكل برافو، لانه هي بتكون رساله ذهنيه عم تتوصل للاطفال من دون ما ننتبه. ضحى اليوم نوريس فشكول. نعم. ليه ملقب بالفشكول؟ شو ليه الصفه انطبقت لانه ربي مع سته كان على حمار ونريش على قريه السن. قريه السن هي مثل الكف بقلب جبل بعكار. هلا هي القريه انشهرت بالفحم، انشهرت منيح، وبعدها لهلا في بيوت بتعمل فحم فيها. يعني وقت اللي ربي مع سته يا مشحر يا معفر يا فحام، وربي على المشاحر مع سته ويروح يوزع فحم، فربي بهالفشكله هيدي كلياتها. هالفشكله اللي ربي فيها هو وصغير ضل حاملها لايطاليا، وحبيبته الايطاليه سميته الفشكول لانه من كثر منه عجق ومفشكل ومنه كثير مرتب. فكمان هون انا طرحت كمان تاثير السلوك، الأناقة، البيئة، الترتيب، هذا بده يضل حامله، ما في مجال الواحد مهما حاول. لكن كمان هالقرية السن هيدي يلي أنا ربطتها بين قرية شموال إيطالية، قرية شموال إيطالية مثل قرية السن نفس الشيء. يعني هالقرية الحلوة كتير إذا بدك، يعني أنا بدي الكل يطلع يشوفها لقرية السن لأنه هي فعلا كتير حلوة، صايرة بحضن جبل يعني تماما. هلا ما كان في لها طرقات، كانت الناس كلها تروح عليها بالحمير. هلا ما فتحوا لها طريق بسنه يمكن 2012 15، مش من زمان كثير. بس ضل اللي بده يفوت على البيوت بيفوت بالحمار. يعني لحد هلا غالبا في الكثير بيستعملوا الحمار ليطلعوا ليفوتوا عليها. بينما قريه شموا اهاليها رفضوا انه هن يعملوا لها طريق، بس عملوا لها تلفريك لتكون سياحيه. يعني انا اللي بدي اطرحه انه ليش في قرى بتلاقي برا كتير وهج ونحن عندنا قرى اجمل بكتير، ليش هالقريه السن هيدي مظلومه لهالدرجه بعدها؟ هذا اللي حبيت اضوي عليه بروايه نوريس. بنفس الوقت هي قصه الطفل يلي هو عم يموت على كورونا، ما تقبل موتة حبيبته انابيلا الايطاليه، فقعد يقول شريط ذكرياته للحكيم يلي عم يعالجه بالكورونا، وعم يقول له الاخطاء والعثرات والحياه، وهو ما شبع من الحياه يعني. فمن هون اجت هالحياه المفشكله تبعته اللي كلياتها مفشكله، ما زبطت، يعني ما زبطت، لانه فعلا الحياه اللي بيكون بتبلش كتير مش مرتبه او مش على سيستم، بدها تضل مفشكله كل حياته، ما في مجال. وحبيبته نبيله يلي هي عكاريه، هالحب الخام يلي حب ادم وحواء، يعني هن ما كانوا عارفين الاخطاء اللي وقعوا فيها، ما عارفين المحظورات، ما عارفين كتير امور. صورت الحب العربي اذا بدك بفطريته، بالفطره تبعه. هلا البعض قال لي انه فيها ايحاءات جنسيه، لا هي ما فيها ايحاءات جنسيه ابدا، هي فيها بناء نفسي سلوكي جنسي مراحل عديده من حياته لحتى تصور حياته صح. هلا نحن كروائيين دائما بناخذ الواقع وبنبني عليه، مش ما في شيء من واقع. يعني انا بتطلع هلا وبحييه كثير لامير، وهو صبي عمره 7 سنين، عندنا
بحاره ابو نجم، هلا بيكونوا عم يسمعوني. يعني شخصية كتير حلوة. يعني هذا هالصبي الصغير يلي بسمع بيه بعيط له يا أمير بالليل أو بالنهار، وهو ورا الخواريف وورا، يعني أنا هيدا إذا بدي صور حياته بكرة برواية قديش بتطلع حلوة. من هلا عم بتخططي لها. برجع يعني بحس إنه هذه هالشخصية الروائية عم تنمى قدامي. بس وقت اللي بيجي الروائي وبيبني الخيال اكيد بده يزيد ويغير، بيطلع كثير امور حلوه. هلا انا بنبسط بالجد مكارم، والقراء كثير تعلقوا بالجد مكارم لانه هي بتقرش فحم، هي بتعمل فحم، هي بتعمل المونه. يمكن الشخصيه التقليديه اللي بنشوفها كمان بتضيع بالمناطق اللبنانيه، الشخصيه القاسيه جدا التقليديه جداً كمان بتكون قاسيه اوقات كثير، يعني يلي بتنزل فيه الضرب بالحجار ليركض هو ويهرب. بنفس الوقت البار يلي عنده عمي حنونه كتير خلافات يعني سلوكية بين هون وبين هون، لكن القصة بتمنى أنها تشد القراء ويكونوا مبسوطين فيها، خصوصا أن قصة يعني حب. قصة حب كمان بتحمل قصة حب بين نوريس وكوتيكو وأنابيلا والعديد من الشخصيات الثانية. رسامة تشكيلية هي قائمة كمان ردها السلوكي على تكسير الإزاز، يعني بتعمل لوحات من تكسير الإزاز لحتى يهربوا تهريب العملات الأثرية. وأنا هون حكيت عن العملات الأثرية يلي انوجدت بلبنان وما كان حدا بيعرفها، يعني ما كان حدا يلاقي وما حدا يعرف انه في عملة أثرية اكيد. كل الحلو كمان بالقراءة انه كل قارئ بياخذ الاشياء مثل ما هو بده، بيتخيل كمان مثل ما الروائي بيبني على شخصية، كمان قارئ بيبني على اللي عم يقراه كمان أكيد. وبيروح بخياله لغير مطرح. نوريس تأثر بالبيئة واكيد تأثر بكل شيء عم بيصير من حواليه تنمية شخصيته لصار نوريس اللي عم نقرا عنه هلا كمان. ومثل ما ذكرنا بالوصف انه هي كمان مشابهه للاعتراف، يعني مثل ما قلت حضرتك انه قاعد هو عم بيحكي له للطبيب وعم بيعترف له، عم بخبره شو صار معه. يمكن هون كل قارئ كمان بحس انه معني هو بطريقه ما. وذكرنا عن مراحل حياته لنوريس، كيف بنختصر مراحل حياته لنوريس بطريقه سريعه للقارئ كمان يكون عارف يعني شو الاشياء اللي معقول يتوقعها من هذا الكتاب. حياه نوريس مثل حياه اي واحد منا نحن، من الطفوله حكي من الطفوله شو بيحمل معه، يعني معه ذكريات. هيدي هي يعني نوريس حياه كل شخص لبناني بشكل عام او عربي بشكل عام عاش بهالبيئه وبهالمساحات هيدي وبهالجمال يلي هو ما تذوقه. يعني هو تذوق جمال ايطاليا والجبنه الموزاريلا، وهو عم يقول انه ستي مكارم كانت تعمل جبنه احسن، وهو فعلا الجبنه بالايد بقرى عكار اطيب بكثير من جبنه ايطاليا. جبنه ايطاليا. فهو هالتشابه هيدا عم يقول انه حياه كل واحد لو كانت بسيطه كثير فقيرة كتير ما فيها هالغنى لكن فيها هالغنى الروحي وهالبساطة الروحية وهاللي الواحد قادر يوصلها بطريقة مثل البلدان الأجنبية اللي هي كتير بيقولوا إنه فيها مراكز سياحية وأبسطهم هي قرية شموا إيطاليا والبندقية وغيرها، ونحن بنملك. يعني انا بدي الكل بقول اطلعوا على مقام الرب مثل ما ذكرت كمان في كثير مناطق شوفوا الجمال فيها. عندنا كثير مناطق جميله بلبنان، ويمكن كمان المحافظه عليها كانت من خلال عدم انه العالم تطلع كثير وتزورك بطريقه مكثفه وتصير سياحيه بامتياز. يمكن هذا كمان بيخلي لها شوي رونق او جمال والله يعني يمكن هيدي نقطه كثير قويه انك انت طرحتها. يعني رغم انه توقف الحفر بمقام الرب بالحرب اللبنانيه، لكن انا بقول ايه فعلا عطاه قداسه اكثر. يعني اذا بتشوف هالمكان هلا بعد ما صار هادي اكثر، صار في بروده اكثر، صار في جمال منه طبيعي. يعني اللي بيطلع بيقول هيدا مقام الرب فعلا بيقول هيدا مقام الرب، لانه شيء رائع جدا. كل عكار يعني كل المنطقه بشمال هونيك بنعرف قد ايه جميله، وكل الاشخاص لازم يروحوا هلا بركي بالصيفيه كمان على السياحه الداخليه يتشجعوا اكثر ويروحوا يزوروا، لانه عن جد مناطق حلوه وفيهم كمان يقروا بالكتاب، هيك بيصير عندهم حشريه اكثر يعرفوا كمان. والله كثير قالوا لي ناويين يطلعوا على مقام الرب، والجد
الجد مكارم يعني هي شخصية الجد مكارم شخصية كتير حلوة ومضحكة بنفس الوقت، هي نوعا ما هزلية، لكن هالكوميديا السوداء اللي بتحمل شوي بين الضحك وبين البكي، يعني شو بيقولوا المضحك المبكي. مزبوط. وهي جدات يعني كتير كتا شوي تقال بس كمان وكتير هدول الجدات يعني انا بقول موجودين ومش زعلانة، يعني مش عم بنتقدهم لانه هالام ربت، بس يا هل ترى في مين عم يشوف جمعيات جمعيات انسانيه او اجتماعيه عم تشوف هالجدات اللي عم تيجي تربي هالولد هي قادره تربيه او لا، لانه هي مرقت بمرحله وصارت بالسبعينات فما أنا قادره تركض ورا ولد عمره 6 سنين. بدها حدا يهتم فيها لا قبل ما هي فهمت كيف؟ يعني انا هيدا اللي بدي اطرحه، انه انا ما بدي لوم الجد مكارم، بس انا بدي لوم هالاشخاص اللي حوالي جد مكارم، اهالي الضيعه نفسهم، انه انتم ما شفتوا هالصبي مظلوم وهالصبي عم يروح. حتى البونبون اذا بده ياكله هو كان عم يقول يعني بيجيب سكر بيسرقوا من سته بيحمصوا على النار وبيعملوا سكر وبيكسروا مشان ياكلوا، يعني بتوصل معه لهالامور هيدي. انا بقول يا رب يكونوا القراء عم يستمتعوا، وبنفس الوقت بدي وجه تحيه لستار كاووش صاحب الغلاف، لانه الغلاف هو تكعيبه يعني حد، يعني مثل شخصية نوريس تماما رغم كل البساطة اللي فيه، لكن هو حد لما دفش رفيقه ألبير ووقعوا على الأرض. يعني ضحى أكيد الكتاب أكيد صار عنده كل المشاهدين صار عندهم حشرية يعرفوا، أنا كمان واحد منهم عبالي أقرأ وأعرف، ولكن لضيق الوقت ما عندنا كتير مجال نحكي، ولكن بدعي كل الأشخاص يتوجهوا يشتروا الكتاب. انطرح هلا بالأسواق؟ هو انطرح بالأسواق لكن ما نزلت كمية كتير كبيرة، على أساس إنه أنا في طبعة تانية بس ماني ناوي أعمل طبعة تانية لأنه ناوي نزل رواية تانية 6 لحظات. لحقوا حالكم رح نزله بموقع كتباتي، واللي بده يطلبوا أكيد في يطلبوا من المؤسسة الحديثة للكتاب من الأستاذ محمد خليفة بيلبي له طلبه أكيد، لكن حيكون موجود على موقع كتباتي بالإنترنت رقميا مجانا لأنه وهذا كمان شيء كتير حلو، يعني الاشخاص اللي ما قادره يمكن تدفع اكيد طبعا، يعني انا مع الكتاب الرقمي رغم انه حلو الورقي وبتحب شم ريحته مثل ما بيقولوا تقليديا، بس كمان في لكن في امور اسرع، لا الرقمي اسرع. مزبوط. يعني بتوصلوا لبلدان بسرعه البرق مثل ما بيقولوا. يعني ان شاء الله اكيد كمان تكون روايه نوريس الفشكول احدى كمان روايات سلسله روايات كتير كبيره لك ضحى. السنه الجايه حتكون 6 لحظات اذا الله راد، و6 لحظات حتكون نستقبلك مره ثانيه. الله يخليك يا رب، الله يخليك. انا مبسوطه جدا اني جيت على التلفزيون مره ثانيه، مع انه لوقت ما من اخر لقاء مع الواعظ، لكن مبسوطه اني رجعت التقيت فيكم، وان شاء الله يا رب بيكون نوريس محبب لكم وللقراء. من هلا بلشنا نحبه كمان، وبدعيكم كمان تطلعوا على عكار، لانه ضحى متهمه انه هي دايما بتكتب عن عكار، لا الروايه الرابعه 6 لحظات حطلع عكار، حتكون رواية عن تربوية إذا الله راد. إذا الله راد. ضحى عبد الرؤوف المل، كاتبة وروائية، أنا بدي أشكر وجودك وإن شاء الله بكل التوفيق كمان للكتاب ولغيره من الكتب. أنا بدي أشكر وجودك وميرسي لك. أنا بتشكركم جدا، ألف شكر لكم، ألف شكر.